عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة قررت اعمل لكم طريقة عمل العيش السوري او الكريب بطريقة سهلة جدا. العيش السوري والكريب هما الاتنين بطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما انتم شايفين كده شكله اهو. معانا المكونات زي ما انتم شايفين اهو. ده دقيق، عبارة عن دقيق. الخليط اللي انتم شايفينه ده عبارة عن دقيق وحتة ملح صغيرة وشوية مية، يعني ملح ودقيق ومية. دلوقتي بقى هنجيب طاسة زي كده اهي، هنحط فيها، بص هنولع عليها النار. بعد كده نحط فيها حتة زيت صغيرة جدا، يعني بص اهي زي اللي انت شايفينها دي، يعني زي معلقة صغيرة زيت. بعد كده ندهنها، بص نفركها كده في الطاسة كلها، ندهنها في الطاسة زي ما انت شايفين كده يا حبايبي. بعد كده ننزل على الخليط بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده نعمله كده ونخليه لحد ما يستوي. بصوا اهو يعني لسه راح يستوي اهو. بعد كده نروح نقلبه كده، ما نخليهوش عشان ما يتحرقش مننا اهو. بصوا خلاص استوى على كده، يعني يعتبر استوى على كده. بص شكله اهو خلاص هو استوى. دلوقتي بقى هنعمل واحد تاني، هنحط ندهنها كده. بعد كده نحط الخليط بتاعنا اهو، وادي شكله اهو بعد ما استوى. عملناه زي الاولانيه بالظبط اهو. بصوا شكله زي ما انتوا شايفين كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط هو ده شكله. مفيش حاجه احنا هنعملها من وراكم. وبعد كده نجيب حته زيت وندهنها زي ما انتوا شايفين، ونجيب الخليط ونكبه برضو اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونسيبه لحد ما يستوي برضو على نار هاديه. بعد كده نعلي عليه عشان ما يتحرقش مننا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بعد كده ندورها كده عشان نحس ان هي معانا ايه، تحسها خفيفه كده وحلوه. بص شكلها يا حبايبي، ما نخليهاش يتحرق يعني مننا، يعني نخليها خفيفه زي ما انتوا شايفين كده. بص شكلها يعني ما شاء الله جميل جدا وتحفه. بصوا اهي انتفخت ازاي، بص انتفخت كده وبقت شكلها حلو قوي. بعد كده نعدلها على الناحيتين، وبعد كده نجيب الفراخ بتاعتنا. ده طريقة الحشوة اللي هنحشيه بالكريب او العيش السوري. نجيب فراخ زي ما انتم شايفين، صدور فراخ وطماطم. معانا حوالي طماطميتين، ومعانا قرن فلفل حامي زي ما انتم شايفين كده الوان. بعد كده نجيب بصل برضو ونحطه في طاسه زي كده ونشوحه، ونحط له معلقه سمنه كبيره او زيت. احنا عندنا سمنه بلدي فهنحط له، لو ما عندكوش سمنه حطوا له زيت. سمنه وزيت هما الاتنين ينفعوا عادي جدا. بصوا اهو شكله زي ما انتم شايفين اهو، مفيش اي حاجه احنا بشرينه بس. بعد كده نحط له السمنه بتاعتنا اهو، وهنشوحهم لحد ما يتشوح معانا يتبلوا جدا، يعني لحد ما يبقى لونهم مصفر كده. بعد كده نطفي عليه نحط عليهم الفراخ والطماطم كده يعني. بصوا اهو شكله. بعد كده هنتبله، هنحط له الفلفل الاسود اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده حطينا له ملح، معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود اهو. بصوا خلاص قربت يعمل. بعد كده نحط له الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا حبايبي اهو اثر خلاص. بعد ما حطينا الفراخ وكل حاجه سيبناها لحد ما يستوي مع بعضهم. بعد كده نحط له الطماطم. احنا حطينا الفراخ والبصل قبل الطماطم عشان الطماطم بتستوي بسرعه اهو. نقلبهم ونحط كمان الفلفل بتاعنا ما ننساهوش يعني اهو. بصوا يا حبايبي نقلبه كده. بعد كده نحط الفلفل بتاعنا. عندكم فلفل حامي حطوه عادي، لو عندكم، لو ما عندكوش فلفل حامي حطوا فلفل عادي يعني مش حراق. بعد كده خلاص استوى اهو. طفينا عليهم النار وهنحطهم في طبق زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، احنا بنصبهم في الطبق اهو كده اهو. بصوا شكلهم ما شاء الله مستوي جدا. دلوقتي كمان هندوقه، هنشوف استوى ولا لا. استوى جدا يا جماعه، خلاص هو كده استوى يعني ما شاء الله. دلوقتي هنسيبه بقى، ودلوقتي نحشي الكريب بتاعنا. ادي العيش بتاعنا السوري اهو زي ما انتم شايفين، عملنا كذا واحد يعني. دلوقتي هنحشيه بقى. ادي الفراخ بتاعتنا اهي، هنحطوه في العيش السوري بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. نحطه في النص اهو بالشكل اللي انتم شايفينه. بعد كده نلفه
اهو بصوا شكله ما شاء الله. صح، هنحط له جبنه كمان. بصوا زي ما انتم شايفين كده، نحط له جبنه، يعني نحط الفراخ بتاعتنا والجبنه اهو. اي نوع جبنه عندكم حطوه، لو عندكم جبنه رومي حطوه عادي، ينفع جدا. بس انا حاطه جبنه اهو. بصوا بعد كده نلفه. بصوا يا حبايبي اهو، عملنا واحد وهنعمل كمان كام واحد تاني زي ده بالظبط. بصوا اهو، بعد ما حطينا الجبنه بتاعتنا وحطينا الفراخ هنلفه كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده نحطه جنب بعضيهم كده اهو. عملنا 3، هنعمل كمان واحد تاني قدامكم اهو. بصوا اول حاجه نحط الفراخ بتاعتنا، بعد كده نحط الكاتشب اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده نحط الجبنه بتاعتنا اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد اهو بصوا كمان هنعمل واحد تاني، هنحط الخليط بتاعتنا او الفراخ والحاجات بتاعتنا يعني. بعد كده نحط الكاتشب، بعد كده نحط فوق الجبنه بتاعتنا. اي نوع جبنه عندكم حطوه اهو بالشكل ده انتوا شايفينه ده اهو يا حبايبي. بعد كده نلفه نحطهم جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لحد ما يتحمروا على كل ناحيه، ونقلبهم عشان ما يتحرقوش مننا اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهم شكلهم يعني ما شاء الله جميل جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، نقلبهم عشان ما يتحرقوش مننا. بصوا قلبنا احنا اول واحد اهو، هنقلب كمان التاني اهو. بصوا هما الاتنين يعني استووا، دول مش استووا يعني استووا على الناحية دي، احنا قلبناهم وهنخليه كمان يستوي على الناحية التانية اهو. ياخد يعني هو مستوي كده كده، بس ياخد يعني ايه لسعة كده او شكل كده جميل من بره، عشان ما يبقاش لونه ابيض كده وشكله مش حلو خالص. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص قربوا يستووا. بصوا ان شاء الله، وكمان شكلهم حلو اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بصوا ما شاء الله ريحتهم تحفة جدا. بصوا خلاص هم استووا على كده، هنطلعهم او خدوا وش التحمير بتاعتهم يعني. بصوا هنطلعهم ادينا، وادينا طلعناهم يا حبايبي. بصوا شكلهم حلو ازاي. دلوقتي كمان هنقطعهم. بصوا ما شاء الله، والله يا جماعة شكله يفتح النفس، وزي اللي اتباع بره بالظبط. بصوا يعني مفيش فرق. لو عجبك الفيديو متنسوش تعمل لايك واشتراك.